ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نعمل بقى شوية كوسة النهاردة على حق ربنا. انا جبت كيلو كوسة عملته كده بالسكينة، كحته بالسكينة وقطعته سمبوكسات، وخرطت بصلتين عملتهم في الكبة، وعملت شقوطة صفيته، وحطيت معلقة سمنة وحطيت عليها بصل يتبل شوية كده، وعندي حتتين لحمة كده هروح حطاهم رميهم في قلب البصلاية. وحاطة هناك حلة كده فيها شوية مية، هسقط فيها لحمة اهو. ما غليت حطيت فيها اللحمة. أكل بقى الشتاء وجمال أكل الشتاء، أي أكل سخن في الشتاء يبقى جميل، طبيخ زي ما بيقولوا جميل في منتهى الجمال. أنا أشوح البصل لحد ما اللون يعني يبقى، مش هعملها قوي يعني عشان خاطر الكوسة ما ساعات بنحطها ني في ني كده بتبقى حلوة، بس أنا هشوحها عشان خاطر اللحمة اللي فيها شوحتها شوية، وأحط بقى القوطة بتاعتي حمرا وجميلة ازاي. والقوطة لازم، أي خضار لازم القوطة بتاعته تتصفى، ما عدا المحشي والكشري ما بصفيش القوطة بتاعته. القوطة بقى تتسبك شوية، وأروح مغطية الحلة عشان خاطر هتطرطش بقى تبهدل الدنيا. حطيت ورق لوري وحبهان، وأحط بصلاية وقطاية في قلب الشرب، أحط لها فلفل أسمر، وأحط برضو للصلصة. هنا حطيت معلقة سمنة، وحطيت أكتر من نص كيس شعرية، وحطيت فلفل أسمر على الشوربة، حطيت على التسبيكة دي. الواحد اليوم اللي بيعمل فيه الأكل ما بيشيلش بقى هم أكل ولا هم شرب، بس الواحد بيبقى محتار يعمل إيه، مش أكتر. حيرة الأكل كل يوم الصراحة، بقى الواحد بقى دماغه خلاص، يعني بنعيد كل الأكلات اللي عملناها بنعيدها من أول وجديد. هنا الشعرية اتعملت، وهنا التسبيكة كده، الكوسة بقت شكلها في منتهى الجمال، هي اتسبكت مع الصلصة. حط لها بقى الملح، ناقصها ملح، حطيت قالب ماجي، حط لها فلفل أسمر. أنا كنت حاطة في قلب الصلصة، بس كنت حاطة حبة صغيرين. هنا بقى هشيلها وأحط الرز بقى. شوح بقى الرز زي ما الكتاب بيقول، نشوح بقى الرز، نحط له الملح، ونسيبه شوية بقى كده، وأقلبه مع بعضيه لحد ما كله يتغلف بالسمنة. والله أنا بعمل أكل من زمن الزمن.
من وأنا في رابعة ابتدائي وأنا بعمل أكل. كل اللي بعمل يعني كل اللي بياكل أكلي بيعجبه الحمد لله. دي نعمة من عند ربنا. قلت له بقى المية بتاعته وأغطيه. ناقص ملح حطيت له. خلاص بقى كده. تجرب اهو، ما شاء الله ما شاء الله عليه، بقى جميل. والحلة المتغطية الحمرا ديت، الحلة دي بقى فيها رز واحدة واحدة. مرضتش برضو بقى ايه اضايقكم واوريهولكم اعمل رزين، بيبقى حاجة رخمة. عملت رز وريتك، عملت رز ابو شعرية بس. وبغرف بقى لاخويا اوديله الاكل. حطيت له بقى رز وشوربة وكوسة. كان عندي لفت مخلل حطيت له. ما شاء الله الاكل بيبقى سخن بقى في منتهى الجمال. مبحبوش لما بيبرد، بس كان بارد والله. سخنته تاني. حطيت له حبة شوربة كده بالهنا والشفا على قلبه. وما لقيتش علبة احط فيها المخلل، حطيت في كيس. بوريلكوا بقى الاكل بعد ما خلصت طفيت عليه. والرز التاني حطيت لاخويا برضو معلقتين ألف من مليون الرز الواحدة سلامة. واحدة دي. رز المحمر ده اللي هو